حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جيت لكم بقى بكحك العيد وحاجة جديدة وخطيرة نعملها مع بعض. كل سنة وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجة احنا جبناها الحشو اللي احنا هنحشي بيه الكحك. شوية ملبن حلوين كده، عليهم شوية عين جمل، عليهم معلقتين زبدة، عليهم ريحة الموز عشان يديله طعم وريحة حلوة. بص الملبن لذيذ وسهل ازاي في ايديا. كورته بقى كده بعد ما عجنته كله بحتة السمنة والموز والعين جمل. خلاص نركن بقى على جنب الملبن ده. بقى ريحة كحك معلقتين، معلقة خميرة، معلقة بيكنج باودر، شوية سمسم حلوين، ذرة ملح. كيلو الكحك هنا هتحطي عليه، بصي احنا بنوزنه 550 جرام من الزبدة. انا ما بعملش الكحك غير بالزبدة. التفاصيل دي مهمة برضو. ايوه بصي ابتدي بقى ايه، اشرب الدقيق بالزبدة اللي انا عاملاها. اوكي لغايه بصي ما تبقى معايا. بصي عامله ازاي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. احنا مش بنعجن خلاص. شويه بقى ميه كده، ادي كوبايه ميه دافيه عشان الخميره. اوكي بنروح لمين العجينه. هنا بقى انا بعمل لكم في الكحك ده الترند الجديد اللي هيكسر الدنيا يا جماعة بجد خطير وطعمه تحفة. بصي بقى الترند هنا بيستاشيو. ده السر. ايوه جبت البيستاشيو كواليتي تارجت وعجنته مع شويه كحك. بصوا المنظر، انا مش عايزه اقول لكم الريحه والطعم بتاعه بعد ما خرج تحفه. بالمنقاش بقى كده ابتدي انقش الكحكايه. بصي جميله ازاي يا اخواتي، بتتكلم عن نفسها. بصوا الكحكايه ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. هو ده الترند الجديد اللي هيقلب الدنيا. اشمعنى دخلنا البيستاشيو في كل حاجه، في كل اكلاتنا؟ مش هندخله في الكحك بتاع العيد؟ صح هندخله. جماعة بجد طعمها كانت تحفة وشكلها كمان وريحتها كانت خطيرة. قلب الدنيا. البيستاشيو كان قالب الدنيا في البيت. راح كحك مع بيستاشيو يعني كان عاجبنا قوي بصراحة. هنا ونعمل شوية منه بالمنقاش او بالبصامه. بس انا بصراحه ما عجبتنيش البصامه زي المنقاش. المنقاش ما شاء الله لا مطلع النقشه حلوه جدا. وهنا بقى الابيض اللي هو الكحك بقى اللي ما فيهوش عليه حاجه الساده. هحشي منه بملبن، اعمله بملبن بكرات الملبن اللي انا عملتها، او ساده من غير ملبن عشان في ناس ما بتاكلش الملبن وعين جمل. وهنا بعد ما حطيناه في الفرن وشكله بجد كان خطير. تعالوا نشوف بقى مع بعض الكحك بعد ما طلع. بجد يا جماعه خطير. بصوا يعني مرمل وجميل جدا، دايب تحفه. شايفين شكله يا جماعه بجد تحفه. طبعا الحركه المعتاده في الكحك هنحط السكر عليه. نبتدي بقى نرص كده. بص البيستاشيو بملبن او من غير ملبن. اوه ريحته جميله، ريحته خطيره يا جماعه بجد لازم تجربوها، جديده وخطيره. يا بصوا شكلها تحفه. كل سنه وانتم طيبين وعيد فطر عليكم ان شاء الله. اهو عملنا الكحك بطريقه بسيطه وسهله جدا، وعملناه كمان بالبيستاشيو. طالع ريحته جميله جدا وشكله كمان وطعمه بجد يا جماعه خطير. يعني انتوا لازم تجربوه بجد، حاجه كده فوق الوصف، حاجه جديده كمان يعني هتعجبكم. يلا بقى ما تنسوناش في كل جديد يا حبايب قلبي. سبسكرايب بقى واللايكات بتاعتكم. يلا باي باي.